لو سألتوني يعني ايه بنت أصول، هقول لكم بنت تلبس من عمرها علشان غيرها يعيش وبعدين تتساب. أنا بنت عندي 38 سنة، وكنت مخطوبة لواحد 10 سنين كاملين. أيوة 10 سنين. عارفة أول سؤال هيجي في بالكم ليه كل ده؟ هحكي لكم. والدته كانت مريضة سرطان، وهو ابنها الوحيد، وكان بيصرف على علاجها لوحده، وطبعا ما ينفعش يسيب أمه ولا يرميها. أنا وقتها قررت أقف جنبه، اشتغلت وتعبت وساعدته باللي أقدر عليه. كنت بديه فلوس عشان علاجي يكمل، ومكانش بيحس إني بعمل حاجة غريبة. كنت فاكرة إني بنت أصول. 10 سنين، 10 سنين ما اشتريتش لنفسي حاجة. كنت بلبس هدوم أختي القديمة، ولا قلم روج ولا فستان جديد، كل حاجة عشان الفلوس تكفي. شكلي اتغير وتعبت واتبهدلت كمان من أهلي عشان مستنياه ومكملة معاه. من سنة بالظبط والدته توفت، وهو كان مكسور وحزين وأنا كنت معاه وما سبتوش خالص. ومن كام يوم قال لي أنا تعبت من الوحدة ولازم أتجوز. قلت له تمام يا حبيبي، احنا فعلا كبرنا، يلا نتجوز. بصلي وقال لي احنا مين؟ وبكل برود قال لي أنا مش هينفع أتجوزك، انتي مش شايفة منظرك عامل ازاي، انتي كبرتي وأنا عايز ست حلوة وخلفة وعيال. وسابني ومشي. أنا دلوقتي مش عارفة أعمل ايه، مش قادرة أستوعب اللي حصل. هل أنا فعلا غلطانة عشان كنت بنت أصول معاه؟ هل غلطانة عشان وقفت جنب واحد في محنة؟ ادعولي، قلبي مكسور وجوايا وجع كبير. اكتبولي أعمل ايه في الكومنتات.